هلا صراحة إذا قادر تثبت لي إنه الإسلام هو صح ما عندي مشكلة أدخله. يا راجل ده احنا في الثقافه الفرعونيه العجل ابيس قدس وعبد. ليه؟ لان هو دي الحياه، البقره هي الحياه. الله عليك. او محدش اسمه محمد يحط في دماغه ان هو هيتحاسب حساب مخصوص علشان اسمه محمد. حبايب قلبي ايها الفام العظيم، وحشتوني. او في مقولة اخرى والله اشتقنا. طبعا ما احنا طلعنا من اجازة العيد وانا دقني بدأت تطلع، فانا خلاص شلت الكفر من على وشي. وللي لسه ما يعرفش انا كنت حلقت دقني علشان التربية العسكرية، ان شاء الله ما احلقهاش تاني ابدا. المهم يا جماعة ان في فيديوهات وناس ردت على فيديوهات وحد طلع رد على حاجات، فاحنا جايين، احنا هنا، احنا قاعدين اهو. حد فاهم حاجه؟ محدش فاهم حاجه. انت تعمل لايك وسبسكرايب وتيجي نشوف احنا بنعمل ايه. في فيديو نزل على قناه ما وراء السكريبت. نزل ازاي؟ هو هينزل بعد ده، يعني ده هينزل الساعه 8 والتاني هينزل الساعه 9. بيتكلم عن مسلسل جعفر العمدة. خلاويص بتوع الترند. يلا بينا نبدا الفيديو. القيامة اللي اسمه محمد يتنادى كده محمد ملايين دولار، مقطع دقيقة ونص. هقول له الدليل امتى في دقيقة ونص؟ انا بقول له الخلاصة. طيب ما زلت اجاوب على بعض اعتراضات المتابعين. دلوقتي دكتور يسري جبر ربنا يبارك له ويزيده علما يا رب هيرد علينا في الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عنها بتاعه اللي اسمه محمد بيتحاسب لوحده واللي اسمه محمد ليه فضل والحاجات دي كلها، وقال ان هو هيرد بالدليل، فاحنا عايزين نشوف الدليل. نزل مقطع جزء بسيط من درس طويل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقلت فيه ان اللي اسمه محمد او احمد له منزله خاصه يوم القيامه قامت الدنيا ولم تقعد. وايه الدليل ومش الدليل؟ ده احنا بنتكلم باجماع، اجمعت الامه انه لا يخلو بيت من تسميه واحد يسموه محمد ويمكن 2 يسموه محمد، صح ولا لا؟ على مر العصور، مش في العصر بتاعنا بس، ده من ايام الصحابه الى يومنا هذا في جميع بلاد العالم، حتى اللي بيتكلموا غير عربي. يبقى اجماع دكتور معلش يعني ممكن الدليل؟ الامه ده ليس دليلا، فعل الامه ده ليس دليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلاله، ليس دليلا يكفيك. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال لا تجتمع امتي على ضلاله. حلو، قلنا حلو. طب دلوقتي امتي كلها ما بقتش محجبه، يبقى خلع الحجاب مش ضلاله؟ بلاش دي. امتي كلها قررت تمسك في ذنب معين وليكن الاغاني، يبقى اجتمعت الامه على سماع الاغاني تبقى الاغاني حلال؟ اجتمعت الامه على فعل ذنب يبقى الذنب ده حلال؟ لا طبعا. اجتمعت الامه على بدعه تبقى البدعه دي صحيحه؟ لا طبعا. يا رماوي الدكتور يسري جبر جايب حديث شريف، اقول لك هو جاب الحديث بس ما جابش شرح الحديث. يعني مثلا عندك في تفسير الترمذي في سنني قال ان الحديث مقصود به اهل الفقه واهل العلم واهل الحديث، دول اللي اذا اجمعوا على شيء فمستحيل يجتمعوا على ضلاله. ودي حقيقه فعلا مستحيل. مستحيل تلاقي جميع العلماء اتفقوا على حاجه غلط. طب العوام قال لك لا، العوام يتفقوا يختلفوا يتشابه عليهم امر، ما ينفعش يؤخذ منهم. ليه؟ لانهم ليسوا على علم. يعني مثلا دلوقتي لو جينا دخلنا مدينه لقينا كل العوام متفقين على شيء هم يجهلون حكمه الديني، ما يعرفوش الحكم الديني بتاعه، او على شيء ملوش سند ديني، اخد برايهم؟ لا طبعا، اخد باجماع اراء اهل العلم. لا تجتمع امتي على ضلاله، ده تفسير الحديث. شكرا دكتور يسري. ان شاء الله نتمنى لكم المزيد من العلم والمزيد من الخير باذن الله. ولكن ده كان توضيح، وانا فعلا كنت بدور على دليل والله يا دكتور يسري، فشكرا لحضرتك. انا مش عارف ليه عندهم حساسيه، اي شيء في منقبه للحبيب ياخدوه بحساسيه، ويقول لك هات لي الدليل. يا ابني الدليل ان النبي فوق كل دليل، الدليل ان النبي فوق كل كمال. لو عرفت مقام النبي تعرف ان مهما قلنا احنا لسه واقفين على بحر النبي لم نرتشف منه. دي حقيقة. لا مش بس واقفين على بحره، ده احنا ابعد من ان احنا نقف على بحره كمان، لكن لا نزيد عليه. يعني ما نقولش اللي هيتسمى محمد هيبقى يوم القيامة بيتعامل معاملة خاصة، لكن نسمي محمد طبعا نسمي محمد. انا اسمي محمد وبحب اسمي جدا، نحب اسم محمد. ده انا دكتور يسري ممكن اعاملك معاملة مخصوص عشان بس اسمك على اسم حد غالي عليا، بس ده دكتور يسري ملوش علاقة خالص بالثواب او العقاب في الاخر. النبي ده حاجة تانية يا ابني. هو انا لما بسمي ابني محمد بسميه محمد ليه؟ عشان بحب سيدنا محمد. يبقى مظهر حب النبي ان انا اسمي اولادي باسمه، وحب النبي ده عباده كبيره تفوق كل عمل. فهمت بقى الدليل؟ لا انا عايز. دي حقيقه. سمي اسمه محمد واكثروا من اسمه محمد يا جماعه، ولكن ما تحطش في دماغك او ما حدش اسمه محمد يحط في دماغه ان هو هيتحاسب حساب مخصوص علشان اسمه محمد. مهم قوي انك تقعد تتامل البقره. حاضر، هقعد كده اتامل البقر. معلش بس يا استاذ ابراهيم، هل اتامل البقر كخلق من خلق الله؟ ما هو كل مخلوقات الله احنا بنتاملها، لكن اشك ان ده قصد حضرتك. واكتر حاجه بتنغص عليا
لما حد يقعد يسخر من تقدير وتقديس الهنود للبقرة. نعم خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك انت بتدعم تقديس البقرة؟ معلش بس يعني انت لما بتشوف قطيع بهايم معدي بتقدسه؟ بسم الله ما شاء الله. طب معلش بس يا استاذ ابراهيم، حضرتك بتقدس البقرة تقديس ومتضايق مننا لما نتكلم عن الصحابة كويس، لما نتكلم عن البخاري كويس؟ هي مفارقة غريبة بصراحة، بس انا ما اعرفش ان انت كيفك بقر. لكن لما ماشي في الطريق يقفوا العربيات ايه تعدي، ده رقي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. يعني رقي ان انت تقف للبقر. حلو ده، حلو. خلاص يا جماعه، ابراهيم عيسى بيدعو الى تقديس البقر، بيدعو الى احترام البقر، بيدعو ان لو البقره معديه نقوم نقف، ده رقي. لكن ما تقولش قدامه حديث شريف. انت بقى عايز تنغص عليه حياته؟ هو يدعم الهندوس اللي بيعبدوا البقر لكن ما يدعمش حد بيعبد ربنا. احنا هنهزر؟ وهو تخيل ده بيطعن في احاديث البخاري. هزولا يا راجل، ده احنا في الثقافه الفرعونيه العجل ابيس قدس وعبد. ليه؟ لان هو دي الحياه، البقره هي الحياه. الله عليك. ايوه كده يا اخي. اصل انا برضو كنت يعني ايه بدور لك على حاجه، يعني عارف انت اللي هو ايه. طب يا جماعه، راجل مسلم وبيهاجم الحجاب، راجل مسلم وبيهاجم الصحابه، راجل مسلم وبيهاجم المسلمين وبيهاجم المشايخ، الراجل ده بيحب ايه؟ البقره. يا الله، البقره هي الحياه. يا سلام، جمله ملاش اي 60 لازمه من شخص لا يؤخذ منه اي شيء. دي رساله لاتباع ابراهيم عيسى. الراجل شايف ان الحياه في عباده البقر، ويقول لك انا مسلم وانتم مسلمين، انا بفهم الدين على مزاجي وانتم فهموه على مزاجكم. اللي بعده الرحمه ربي. بين قوسين، هل نحن مؤاخذون على ذنوب الخلوات هذه وان لم نضر بها احد؟ يعني انا قافل بيتي عليا بس بعمل ذنوب يعني. يا الله. يا جماعه، الشيخ محمد حسان راجل جليل وزي الفل، وما عنديش اي مشكله معاه ولا مع الراجل المحترم جدا اللي قدامه ولا اي حاجه. بس ده كان نفس فكره فيديو احنا اتكلمنا عليه من فتره، بيتكلم عن ذنوب الخلوات. فهو دلوقتي هيقول حديث وانا هتكلم عن شرح الحديث. والله انا ما اجي في ربع الشيخ محمد حسان حاجه، ولا في ربع اي عالم دين حاجه. انا اقل شخص ممكن يتكلم عن الحاجات دي كلها. انا بس كل اللي بعمله ان دي حته بتيأس الناس، فانا بقول شرحها، والله مش اكتر. احنا نقطه في بحر الناس دي، وكلامي مش تقليلا ابدا. الراجل ليه فيديوهات جباره، ليه علم مش طبيعي، اتفرجوا عليه. ولكن انا بس تعليق صغير على النقطه دي لان هي انتشرت، وانا اسف على التعليق. قال صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاه والسلام: اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صف لنا، جلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتكم، هم من جلدتكم، مسلمون معنا، يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل، ده بيقيموا ليل، الله أكبر، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. واحده واحده بقى. ذنوب الخلوات حاجه، وخلوا بمحارم الله انتهكوها. فرمو انت بتجيب الكلام ده من عندك؟ لا، هقول لك على حاجه. دلوقتي لو فهمنا ان ذنوب الخلوات هي خلوا بمحارم الله انتهكوها، هتروح فين من حديث رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام: كل امتي معافى الا المجاهرون. يعني ما جاهرش بالذنب وما خبيش الذنب. ايه ده؟ طب انا اعمل ايه؟ اللي بعدها، انت عارف ان انت عشان تبقى زاني ويقام عليك الحد لازم يكون في 4 شهود. طب انت عارف ان عشان اي حاجه تطبق لازم تجهر بالذنب؟ والخلوات انا معلش يا جماعه، انا ما فهمتش حاجه كده. يعني انا لو عملت الذنب في الجهر فكل امتي معافى الا المجاهرون، يعني انا مش هيتم الاعفاء عني. ولو عملته في الخلوات فيجعل الله هباء منصورا. ايه ده؟ طب ما انا كده بعمل ذنوب، فمعلش يا فرمون كده، وانا كده ميت وكده ميت؟ لا. طب ايه بقى شرح الحديث؟ لفظ الانتهاك. اولا اللي شرح الفرق بين الحديثين دول العلامه بن عثيمين، وهتلاقوا لينك الفيديو بتاعه تحت في الديسكريبشن علشان انا اقل من اني اشرح الكلام الجميل ده. بس انا هقول لك بنبذه مختصره وانت بقى ارجع للفيديو. لفظ الانتهاك هو انا شرحته قبل كده، هو في نوع من التعمد والاستهانه. وقلت يا جماعه لو انا دلوقتي جيت بيتك ودخلته وانتهكت حرمته، معنى كده ان انا داخل البيت ومش عامل حساب ليك ومش عامل حساب لردة فعلك، لان انا لو عارف ان انت هتقدر تعمل لي ردة فعل مش هنتهك حرمة بيتك. وكذلك فاللي انتهك الذنب بينتهكه وهو فاهم ان محدش هيعمل له حاجه، محدش هيحاسبني على الذنب ده. انا بعمل الذنب عن عمد، انا بعمل الذنب انتهاكا لمحارم الله،
مش ربنا قال حرام؟ طب اهو. طب يا فرماوي انا عملت الذنب بس مش انتهاكا، يعني انا عملت الذنب وبندم عليه والله، وبعمل الذنب في الخلا وانا مش قادر، انا عندي عاده سيئه يا فرماوي والله العظيم، بص ربنا يعيني واقدر ابطلها، عندي ذنب معين مش عارف ابطل اغاني، عندي مش عارف كذا، بس هموت وابطل، انا عارف انه حرام وبضرب نفسي بالجزمه ان انا بسمعه، انا ازاي اسمع كذا، انا ازاي اوقف كذا، انا ازاي انيل كذا، واروح لربنا واتوب. ربنا قال حرام، هي حرام بس انا ما قدرتش، انا الشيطان غلبني، فيا رب توب عليا، ويا رب كرهني في الذنب اللي انا بحبه، يا رب كرهني في الذنب اللي انا متعود عليه. شتان الفارق. طب انا هنا كده يا فرماوي وانا بعمل الذنب بقى وبتوب ومش عارف ايه والدنيا جميله وزي الفل، انا كده في الامان؟ يا ابني ما انت بتعمل ذنب برضه، يعني انت حاول تبطله بس مش لدرجه ان كل اعمالك تبقى هباء منصورا. الكلام ده انت لو بتنتهك، لو بتستهين، لو مش عامل حسابك ان في حساب. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بشيرا ونذيرا، لكن مفيش تيئيس في الدين. اصل ده تيئيس، انت كده عايز واحد ما بيعملش اي ذنوب خالص، وده مش موجود. ما انا لو عملت ذنب في العلن مش معافى، ولو عملت ذنب في السر فاعمالي الحسنات كلها بقى منصورا. يا نهار ابيض. احذر ان تستهين بالذي خلقك. انا صراحه اذا قادر تثبت لي انه الاسلام هو صح ما عندي مشكله ادخله، بس لهلا بعد ما حدا قدر يثبت لي هذا الشيء. ما بعرف كيف اتاكد لي انه الاسلام هو من عند الله او دين الهي منه من صنع البشر. اهلا، ازيك عامل ايه؟ لا انا ما بكلمش اللي عمل الفيديو، انا بكلم اللي كتب الكومنت. ربنا خلق لك عقل، وربنا خلق له حق ان انت تجتهد وتحاول تقنعه وهو رافض ان هو يقتنع. لو انت مش على علم كويس قوي وعندك درايه كويسه قوي بالعلوم الدينيه، هو اللي هيسحبك معاه. يعني انا عايز اعرف مثلا الشخص ده رتبته ايه في الحياه، يعني دوره ايه مثلا، عشان نحاول كلنا جاهدين اننا نقنعه في الاسلام. دخوله الاسلام هيضيف لنا حاجه؟ لا. خروجه من الاسلام هينقصنا حاجه؟ لا. لما حد بيجي لي على الانستجرام مثلا يتكلم معايا في وجوديه الله والله موجود والاسلام من عند الله ومش عارف ايه والحاجات دي، انا بستغفر وانا بقنعه، اللي هو يا رب استغفر الله العظيم، يا رب انا بعمل حوار اثبت فيه وجودك، انا بستغفر. طب انا المفروض اعمل ايه؟ قوم بنفسك، اقرا في دينك، قرب لربنا اكتر، ما تبقاش الاسلام اسما وشكلا واتخذت مع الاغلبيه كده وخلاص. اعرف دينك عشان ما يجيش واحد زي ده يشككك فيه. طب اعرف ديني منين يا فرماوي؟ يا نهار ابيض. اولا عليك بالقران وبالسنه، عندك تفسير الشيخ الشعراوي في القران، عندك فتاوى العثمان الخميس، عندك المذاهب الاربعه، عندك الدكتور حازم شومان، عندك الشيخ محمد الغليظ، عندك ياسر ممدوح، في مشايخ كتير جدا. شوف انت هتروح لمين. كل ما تلاقي ان شيخ عنده غلطه ما تمسكش في غلطه، ما تمسكش في غلطه يا بني ادم. لما راجل يقول مليون جمله صح تمسك له انت في زله لسان في جمله؟ لا، انت كده مستني شيخ ما بيغلطش، اوعى تعمل كده. والمسائل اللي بيتلخبطوا فيها بتبقى مسائل خلافيه ابعد ما يكون عن يقين الدين. فادخل وتوكل على الله. ما تقوليش اصل الشيخ ده متطرف، الشيخ ده متشدد. يا ابني انت تعرف ايه في الدين اصلا عشان تقول ده متطرف ولا ده متشدد؟ اصل ده صوفي، اصل ده مش عارف ايه، اصل ده وحش، اصل ده كيوت، اصل ده مايع، اصل انا بحب الدين الوسطي. ايوه انت عارف يعني ايه دين وسطي؟ يعني ايه مفهوم الوسطيه في الدين ده؟ بنجيبه منين بقى؟ يعني مثلا لو انا رحت في كومباوند دلوقتي في بيفري هيلز، فانا هلاقي ان الوسطيه عنده بنطلون جينز ضيق ولبس لحد هنا بس، ده دين وسطي. لو رحت الساحل هيبقى الدين الوسطي طلع لحد الشورت، وان المنحرفين هم اللي لابسين بيكين، الممثلين اي حاجه عندهم دين وسطي. على الجانب الاخر لو رحت مثلا دخلت مسجد، هلاقي ان في واحد ندمان ان فاتته صلاه الفجر بيبكي عشان كان بيصلي في البيت، هلاقي واحد تاني واهب حياته كلها ان هو يعلم الناس الدين، هلاقي واحد تالت جاي يأدي الصلاه اداء واجب، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويمشي، هلاقي اللي بياخد من الدين اللي على مزاجه ويسيب اللي على مزاجه. مين فيهم الوسطي؟ هل الوسطي هو اللي بيصلي كل الفروض في المسجد، ولا الوسط اللي بيصلي في بيته، ولا الوسط اللي ما بيصليش وما يعملش حاجه غلط، ولا الوسط اللي مش محجبه، ولا الوسط اللي لابسه شورت، ولا الوسط اللي لابسه مايو؟ حبيبي الدين كله وسط، كل الدين بالسنه بكل حاجه وسط. معيار الوسطيه يحددوا الدين مش الدنيا. اصل لو حددوا المجتمع معيار الوسطيه هيضيع في النص. السنه دي الوسطيه عندنا عدم الحجاب، السنه اللي جايه الوسطيه عندنا الشورت، السنه اللي بعدها الوسطيه عندنا البيكيني، وخلاص ضاع الدين. ويا جماعه انا كنت عايز اتكلم عن الوسطيه، فما صدقت ان الراجل ده اتكلم عن الاسلام في اي حاجه كده، فقلت احط الوسطيه في الموضوع. انما انا اصلا كنت عايز اتكلم عن الوسطيه بس مش لاقي لها مدخل يعني. ايه ده؟ لا ده خد ده من ضمن الفيديوهات اللي نازله في الفيديو بتاع يوم السبت. الهندوس فاهمين ان مكه بتاعتهم وان هي مبنيه على معبد بتاعهم او على اله بتاعهم وعايزين يغزوا مكه. حوار كده زي الحوار اللي عمله الكيان الصهيوني مع القدس، يعني الاثنين اوسخ من بعض. شوفك يوم السبت وبروح شوف الفيديو الثاني على ما وراء السكريبت. يا جماعه هي دقني باينه، هي حددت كده شويه. سلام.